السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله هنعطيكم وصفة مملحات جد رائعة بالعجينة المورقة اللي كنت سبق ودرتها لكم في القناة. وصفة جد سهلة وبسيطة وتحضروها يعني في وقت قياسي. كانت هذه هي نتيجة العجينة المورقة اللي خدمتها معكم المرة اللي فاتت. أنا شوفوا كيفاش تجي مورقة عندي وشكلها يجي شهي ومذاقها ولا أروع. هنا الشكل الثاني كنت درتها بهذه الطريقة على شكل مثلثات، كذلك يجي رائع. تقدروا تخدموهم كبار ولا صغار كيما راني دايره. راح نعطيكم كامل الاسرار اللي تخلي العجينه تاعكم تجي مرقه وطايبه من الداخل مليح. ان شاء الله تبعوا معايا لاخر الفيديو وراحين تستفادوا منه. اول حاجه هنا الحشو، راح نعطيكم واحد الحشوه بنينه بالبزاف، نستخدمها بزاف في رمضان. هاد الحشوه راح ندير شويه تاع زيت كما راكم تشوفوا، وندير ملعقه صغيره تاع زبده. هنا درت حوالي 2 حبات تاع بصل، كنت درتهم قطع صغيره، درتهم في الاشوار بلا ما يطلقوا الماء، يعني طحنوا في الاشوار وحبسوا شويه باش ما يطلقلكمش البصل تاعكم من الماء. راح نقليهم حتى يذبالوا عندي. انا استخدمت هنا نوعين تاع كفته، درت كفته حمراء وكفته تاع الدجاج. هنا الخليط يعطيكم طعم رائع في الخليط تاعكم هذا ولا في الحشو تاعكم. ننصحكم انكم تجربوا، يعني كميه قليله ماشي بزاف، لكن يجي بنين ويعطيكم اختلاف كبير في الطعم. هنا راح نقليهم كذلك بهذه الطريقه مليح. هنا من الاحسن تكون النار تاعكم قاويه كي تولوا تقلوا في الحشو تاعكم، ولا كي تضيفوا اللحم لازم تكون النار قويه باش من اللحم تاعكم ما يطلقش الماء ويجيكم من بعد يابس. هنا نبدا نقلي فيها بهذا الشكل. بعد ما تقلاو لي شويه ضفت زيتون، كنت كذلك طحنته شويه كما راكم تشوفوا قطع، كميه صغيره فقط ماشي كبيره، يعطيها كذلك طعم رائع. هنا راح نضيف شويه تاع الملح، ونضيف كذلك سنينات تاع ثوم، حوالي 2 سنات ثوم. ندير شويه فلفل اسود، وراح ندير ثوم بودر كذلك يعطيها بنه رائعه. وفي الاخير ندير شويه تاع عكري. هذو هما التوابل اللي راح نحتاجهم في الحشو تاعي. نقليه هنا حوالي 3 دقائق ونطفي عليه. نجيب العجينه اللي كنت خدمتها معاكم قبل، راح نفتحها بهذا الشكل. فتحوها حوالي سمك 2 سنتيمتر، ما تحلوهاش رقيقه بزاف. هنا جبت المول اللي راح نطيب فيه، هذا تاع البيتزا. نقطع العجينه على حسابها. هنا عندي الجبن تاع الموزاريلا هذا اللي كنت تشوفوا فيه، وانتم ديروا اي نوع جبن كان متوفر عندكم، تاع العلب ولا تاع القطع، اي نوع تاع جبن. ندير الحشو تاعي كما راكم تشوفوا. هنا اول حاجه درت صلصه كنت وجدتها قبل، شفتوني درت معاكم صلصه الطماطم ولا مركز الطماطم، هو اللي خدمت به هذه الصلصه. درت شويه تاع ثوم فقط يتقلى، زدت له شويه تاع صلصه الطماطم هذيك اللي كنت وجدتها معكم قبل، وخليتهم تقلاو حوالي 20 دقيقه مع شويه ملح وفلفل اسود، ودرت لهم شويه رند وشويه زعتر، وخليتهم 20 دقيقه هما يتقلاو. من بعد ضفت لهم كاس تاع ماء وغطيت عليهم حتى ولا عندي صلصه. ديروا لها رشه تاع سكر في الاول كي تولوا طيبوا فيها، تعطيكم مذاق رائع. هنا درت الحشو ودرت فوقه الفرماج اللي وريته لكم، وزدت عليه فرماج رابي. هنا راح ندير في الاطراف تاع العجينه السفليه ندير شويه تاع ماء. ما ديروش البيض باش تتورق لكم، يعني هذا اول سر باش تتورق لكم العجينه تاعكم. ديروا الماء وغلقوا بالعجينه الثانيه اللي ديروها من الاعلى. هنا ديروا فقط ضغطوا شويه على الاطراف، مش راح تتفتح معاكم على خاطر درتوا الماء. هنا بالنسبه للطريقه الثانيه او الشكل الثاني، حليت العجينه تاعي على شكل مستطيل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، وراح نطوي على شكل مثلث ونقطع العجينه كما راه موضح في الصوره، يعني راهي باينه باش تحصلوا على مثلث يعني متساوي.
كذلك نفس الشيء ندير الماء في الاطراف. هنا حاولوا ما ديروش البيض على خاطر ما يخليها لكمش تورق. حتى في لي فولوفون تاعكم ديروا الماء. ندير شويه تاع صلصه وندير كذلك الحشو اللي درته قبل. هنا الحشو اختياري واش كان متوفر عندكم. ونضيف كميه تاع فرماج رابي والفرماج كذلك تاع الموزاريلا. انا من بعد ما غلقتهم بهذا الشكل كنت ضغطت عليهم بالفرشاة ولا بالفرشيطه من الاطراف غير للتزيين فقط باش نعطيهم شكل. وهنا بعد ما نكمل هذه الكميه تاعي نحضر صفار البيض مع ملعقه كبيره تاع حليب سائل، ونزيد معاهم كذلك رشه تاع ملح باش نطلي هذه المملحات تاوعي. هنا هذه الخبزه الاولى قلت لكم كانت طلبيه، والخبزه الثانيه كنت درتها للدار. هنا بعد ما درت لها وطليتها بالصفار البيض راح قلت لكم نجيب موسك يكون جديد ولا سكين يكون عندكم حاد ولا كيتار، ندير لها خطوط بهذا الشكل. تجيبوا من يعني من الطرف تاع العجينه وتدخلوا للوسط. يعني طريقه سهله والتزيين كذلك سهل وبسيط. بالنسبه لهذا المثلثات كذلك نفس الشيء، ندير لهم خطوط بالموس. هنا عندي كذلك تقدروا تخلوهم يعني بدون ما ديروا لهم هذه العمليه ولا هذه الخطوه. هنا نخليهم في المجمد مده 20 دقيقه قبل ما نطيبهم، ونسخن الفرن على اعلى درجه حراره عندي. هنا كانت هذه الخبزه الثانيه كما كنت تشوفوا. هنا بعد ما خليتهم مده 20 دقيقه ندخلهم الفرن مسخن على اعلى درجه. كانت هذه هي الخبزه الاولى كانت طلبيه يعني ما حمرتهاش بزاف، والثانيه راكم عارفين نبغي انا المخبوزات هذه يكونوا بيان غري. شوفوا التوريق كيفاش داير والعجينه ما شاء الله هذه هي نتيجتها، والحشو روعه. ان شاء الله كي تجربوها تعرفوا البنه اللي راني نحكي عليها. هنا بعد ما تدخلوها الفرن مسخن على اعلى درجه خلوها حوالي 3 دقائق ولا فرن مسخن، ومن بعدها نقصوا درجه الحراره خلوها تشعل غير من الاسفل. طيبوها حتى تشوفوها تحمرت من الاسفل، ومن بعد تشعلوها من الاعلى. هنا خلوها طيب بخاطرها باش تجي مرقه وطيب من الداخل مليح. هنا هذاك الشوك اللي تعرض له بعد ما تخرجوها المجمد لدرجه حراره عاليه هو اللي راح يخليها تتورق بهذا الشكل وما تتفتحش عندكم. كانوا هذو هما كامل النصائح الخاصين بالعجينه المورقه. شوفوا تجي ما شاء الله. ما عليا نقول لكم الا تهلاو في رواحكم في فيديو اخر. مع السلامه.